يو، في فيديو النهارده عندنا تحدي. هنعمل نفس التصميم 3 مرات، مرة في 5 دقايق ومرة في 10 دقايق والمرة الثالثة من غير وقت. هندي للتصميم وقته وهنسيبه يخلص في الوقت اللي هو محتاجه. أنا عمر بحيري وأهلا بيكم في حلقة جديدة من فوتوشوب. واهلا بيكم مره تانية. وايوه زي ما قلنا في الانترو هنعمل نفس التصميم 3 مرات، مره هنعمله في 5 دقايق ومره في 10 دقايق ومره ايا كان الوقت اللي هياخده هيبقى ايه. الحقيقه انا شفت التحدي ده في قناه بيني برودكشن، وبيني هو واحد من احسن الجرافيك ديزاينرز اللي موجودين على اليوتيوب، وبصراحه التحدي ده عجبني وقلت ان احنا لازم نعمله، وده لسبب معين تحديدا. ويمكن الجرافيك ديزاينرز اللي اشتغلوا في شركات بالفعل قبل كده في مصر هم اللي هيفهموا النقطه دي بالذات. هو ان معظم التيم ليدرز او المانجرز اللي بيبقوا فوقك في اي شركه انت بتشتغل فيها كجرافيك ديزاينر بيحطوا لك هم ديدلاين للتصميم، وبيبقى ديدلاين تعجيزي، اللي هو انا عايز التصميم ده في 10 دقائق، انا التصميم ده انا مستعجل عليه، عايزك تخلصه لي بسرعه، بدون مراعاه اي شيء من ناحيه الديزاينر في ان هل فعلا هو ده الوقت اللي هو محتاجه عشان يخلص التصميم ولا لا. والموقف ده حصل معايا انا شخصيا اكتر من مره. كنت ببقى قاعد شغال في ديزاين وقاعد بظبط الديتيلز بتاعت الديزاين، ولاقي المانجر داخل عليا بيقول لي يعني ما تحنتفش قوي في الديزاين، يعني اقلب، انا عايز ديزاين يخلص بسرعه، انا مش عايزك تطلع لي ديزاين بروفيشنال، انا عايزك تنتج لي ديزاينز كتير وخلاص. والنهارده احنا جايين نثبت للناس دي هل فعلا الوقت بيفرق في كواليتي الديزاين ولا لا. والديزاين اللي هنعمله النهارده هيبقى بوست لاعلان مطعم ليتس سي فرايد تشيكن او برجر. وبما اننا في رمضان فالثيم بتاع الديزاين هيبقى رمضاني، والتصميم بتاعنا هيبقى كالاتي: هيبقى في لاندسكيب وعليه عربية او مدفع رمضان، والمدفع ده هيبقى بيضرب البرجر، وهيبقى في فرختين كده هنحطهم في مكان ما. طبعا هيبقى في باك جراوند، والباك جراوند دي هيبقى فيها مسجد. فيب ليتس دو ات. ودلوقتي هنبدأ في ديزاين ال5 دقايق. جاهزين؟ معنا الستوب واتش هنا. 3 2 1 جو. اوكي. هنجيب اللان. اوكي معانا اللاندسكيب. احنا في الاول هنبدا نحط الايتيمز بس معانا في الديزاين، وبعدها هنبدا ان احنا نظبط بقى الالوان ده لو في وقت. ده يعني الكلام ده طبعا مش هيبقى فيه وقت يعني غالبا. اوكي. اوكي دي نظبط الارض كده. انا عايزها تبقى جايه بكيرف. احنا خلينا متفقين انا مش هلحق حتى احط الايتمز في اوكي. وقتها هنجيب العربيه اللي هيبقى عليها مدفع رمضان. اوكي هنصغرها شويه. انا مش لاحق افكر حتى. ودي الماسوره بتاعت مدفع رمضان هنحطها كده. اوكي حطها ورا البتاع. جماعه انا ادركت حالا ان انا مش هلحق حتى احط فعلا الايتمز. اوكي دلوقتي هنحط السور بسرعه. هنعمل ماسك اي حاجه كده بسرعه. انا مش عارف استخدم تولز ايه حتى. اوكي هنا شيت. ماسك. هو انا متوتر ليه؟ ايه ده مفيش حاجه. انا بعمل ايه؟ انا حاسس الماوس تقيل. اوكي هنعمل دبل كيت، نحطه الناحيه الثانيه، نعكسه ونحطه كده. اوكي طبعا يا جماعه اللي انا بنعمله ده هراء، يعني مش المفروض ده اللي يبقى، مش المفروض ده الشكل اللي يبقى موجود في الاخر. دلوقتي هنعمل الشمس. هنعمل السما. اوكي حطها ورا. حط لاير الشمس التاني المفروض اللي هي هنعمل لهم فيدد مع بعض. اوكي نعمل ماسك، نيجاتيف ماسك، ونجيب البرش بتاعتنا ونبدأ نشيل. اوكي كفايه بقى لنا قد ايه؟ دقيقه. الفرخه الاولى اعتقد ان احنا هنحطها هنا كده.
اوكي ايوه هنحط دي فرخه، نحط الفرخه دي، الفرخه التانية هنا اعتقد. جميل جدا. ده البرجر بتاعنا. ايوه المفروض ان هي المدفع ضربه فهو كده. يب مدفع. دلوقتي هنحط الزرع ده في الخلفيه، هنقصه اي بتنجان عشان نلحق بس نحط على اتليست الايتمز مع بعض. مش معقول يعني. اوكي هات الماسك والبرش ويعمل نمسح كده اي حاجه من هنا. اوكي ودي شجره تانية معانا. معلش انا بحب الشجر شويه. يبقى كده نحطها ماسك ونمسح. يا نهار اسود لسه بقى لنا قد ايه؟ 10 ثواني 10 ثواني. كيدنج. اوكي مسجد. ما لحقتش احط حتى المسجد. ممكن طب اتليست اعمل له زوم اوت. احطه بس ورا. المفروض كنت مش عارف اقول ايه بصراحه. اوكي ده كان تصميم ال5 دقايق اللي احنا ما لحقناش حتى نحط الستوكس اللي احنا مجهزينها عشان نحطها في الديزاين. بس يعني هو ده كان ديزاين ال5 دقايق. ما عنديش بصراحه كلام اقوله. احنا ما لحقناش نعمل اي حاجه الحقيقه، بس يب ده الديزاين بتاعنا اللي اتعمل في 5 دقايق. اعتقد احنا دلوقتي هنخش في ال10 دقايق وهنشوف هنعرف نعمل ايه في ال10 دقايق. ليتس جو. اوكي دلوقتي هنبدأ في ال10 دقايق، فخلينا نقول 3 2 1 جو. اوكي هنجيب اللاندسكيب. اوكي نعمل لها ماسك كده. ايوه بسرعه. وانا عايزها تبقى جايب ميلان كده. ايوه ايه القرف ده؟ لازم اي حاجه عشان نلحق بس نجمع الايتمز اتليست كلها مع بعض، يبقى تصميم سيء مع بعضه. بس نحط السور كده، نصغره شويه، نعمل له فليب الناحيه الثانيه. ايوه ماشي. حط مدفع رمضان او العربيه اللي هنحط عليها مدفع رمضان، بس حط لها شادوز وشوف شكلها هيبقى عامل ازاي. ماسوره مدفع رمضان. ماشي. دلوقتي هنحط الهمبرجر اللي مدفع رمضان ضربه. الفكره حلوه يا جماعه، فكره الديزاين حلوه، بس انا بس عايز اديكم فرصه ان انتوا تشوفوه للاخر، هيعجبكم والله في الاخر. دلوقتي هنحط الاشجار برضو مش هنلحق نظبطها زي ما احنا نتمنى، فبرضو ستيل هنعمل لها ماسك اي كلام كده بالبرش تول. امسح. اوكي الشجره بتاعتنا الناحيه الثانيه. اوكي هنجيبها نصغرها كده، نحطها هنا كده. ايوه اوكي ده جبل السندوتشات اللي المفروض عايزين نحطه في العربيه، اللي هو يعني المدفع يعني قاعد بيحمل منها ويضرب. واخد بالك انت فاهمني؟ ايوه ركز معايا. ايوه نحطها كده هنا. شكلها سيء، شكلها سيء قوي قوي. اول فرخه معانا. اتفضلي يا فندم. اوكي دي هنحطها هنا. الفرخه الثانيه هنعكسها. انا مش فاكر اصلا المره اللي فاتت انا حطيت انهي فرخه فين، والله ما فاكر. وكانها طيب بتحاول تطير كده. هنحط اللاير الاولاني بتاع السما الاولانيه كده، نرجعه ورا خالص، نرجعها ورا خالص. اوكي اللاير بتاع السما الثانيه نحطه كده. انا هنجيب نعمل نيجاتيف ماسك، نجيب البرش ونبدا نمسح 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 نمسح. المسجد اخيرا اللي ما لحقناش نحطه حتى. اوكي هنعمل طبعا ماسك. هنجيب الكويك سيلكشن تول اي بتنجان بس عشان نلحق نبقى اسمنا عملنا حاجه في الفيديو ده. اوكي هنعمل كده، نعمل فيرس والماسك. انا بعمل جريمه. اوكي مش باين اصلا، مش باين. ايوه ده المفروض بقى ايه اوفرلاي اللي هو مكان ايه الفاير بقى، كأن ضربت نار فعملت سوري سوري انا اسف. دلوقتي بقى انا هعمل شادوز. نعمل شادوز. ممكن العربيه معانا وقت ان احنا نعمل شادوز للعربيه. نعمل لاير. طبعا الشادوز احنا هنعملها باسوأ طريقه ممكن تتعمل بيها، وهي ان احنا نعمل لاير ونبدا نلون عادي بالبرش، مع ان دي جريمه يعني. اوكي نعمل نقلل الفلو بتاع البرش، نعمل كده لاير هنا
انه ايوه نقلل الاوباسيتي بتاعه. هو ازاي تعمل شادوز في 3 ثواني. نعمل بس عند نقطة ايوه الالتقاء دي كده. قال يعني هتفرق، قال يعني الواد بيحنتف وهتفرق. اوكي لسه قدامنا وقت قد ايه؟ بس ده قدامنا دقيقتين، ده ما تقوليش ان احنا هنلحق نظبط الوان الصور. طيب اوكي حس بقى دقيقتين نعمل شادوز للفراخ كمان، للفراخ بتاعتنا. الظل بتاعها كده ودي الظل بتاعها كده. طبعا ده هراء ما لكوش دعوه باللي انا بعمله ده خالص. شويه طبعا مفيش وقت ان احنا نعمل ريم لايت او اي كلام فاضي من ده، فاحنا بس هنحاول ان احنا نظبط على قد ما نقدر اي حاجه. اوكي هنجيب الكالر بالانس. العربيه انا عايزها تبقى لونها بني سيكه، عايزها تبقى تقرب للبني شويه. طبعا المسجد المفروض اللي ورا المفروض يبقى الليفلز فيه اقل لان هو بعيد، فعايزين نقلل الليفلز بتاعه المسجد. هو فين المسجد؟ راح فين المسجد؟ يا نهار اسود. اوكي المسجد هنقلل الليفلز بتاعته. قال يعني بقى هنعمل تباين وبتاع وهراء. اعتقد احنا ممكن نعمل كاميرا رو فلتر ونظبط الموضوع كله مع بعضه، يمكن يبقى فيه اي فرق. يب هنقلل ده كده ونظبط. نقلل الهايلايت سيكا عشان تغطي على القرف اللي احنا بنعمله ده. اوكي الوايتس نظبط الوايتس اوكي. في انجاز، في تقدم يعني. اتليست حطينا الايتمز كلها مع بعض. ظبطنا شويه. احنا ما ظبطناش حاجه الحقيقه، احنا ما ظبطناش اي حاجه، بس ده كان ديزاين ال10 دقايق. في تقدم عن ال5 دقايق. وعلى فكره معلومه انتم ممكن ما تصدقوهاش، بس الحقيقه ان ديزاين زي ده اللي هو بتاع ال10 دقايق ده ديزاين ممكن لو انت شغال في شركه هنا في مصر، شركه من الشركات اللي هي معظم الشركات تقريبا ان هي الشركات المتوسطه هيقبلوا تصميم زي ده عادي. على فكره بالمناسبه ايوه هيقبلوه بكل القرف الموجود، بكل الشادوز الملخبط والالوان اللي مش مظبطه. تصميم زي ده ممكن يتقبل، ودي المصيبه. ولكن جه وقت التصميم اللي هنديله وقته، اللي هقعد فيه براحتي، اظبط كل حاجه براحتي بدون اي ضغوطات، بدون اي ديدلاينز مش منطقيه. فهسيبكم مع التصميم الثالث وهسرع الفيديو عشان ما تملوش وانتوا بتتفرجوا، وارجع لكم بعد
يجيلك نوتيفيكيشن. وممكن تبص على الفيديوهات اللي فاتت، ويا ريت كمان تعمل لايك عشان تحمسني وتحفزني ان انا اعمل فيديوهات اكتر. وده الانستجرام بتاعي، روحوا اعملوا لي فولو هناك عشان التواصل معاكم هيبقى عن طريق الانستجرام. بننزل تحديات واسئله على الانستجرام، فهيفوتك كتير لو انت مش موجود معانا هناك. And yep, that's it. والى اللقاء في حلقات قادمه. See you later.